ويحكمون الضمير هنا في البيت الكبير. في عهد انتخب فيه أول رئيس بإرادة الشعب، كنا نظن جميعا أن القرارات ستأتي موافقة لرأي الشعب، لكننا وافقت. ودعوني أن أرحم بضيفي هذه الليلة اللذين أشفق عليهما، إذ أنهما سيدخلان في الخطوط الحمراء هذه الليلة علنا نجد لهذه القضية مدخلا أو حلا. دعوني أولا أن أرحب بالأكاديمي الدكتور عبد المنعم لطفي، أستاذ الاقتصاد وخبير الاقتصاديات أو خبير اقتصاديات المالية العامة. لا أفهم حقيقة، يعني إيه اقتصاديات المالية العامة؟ أولا المالية العامة إدارة المال العام، المال الحكومي، ده ليه أبعاد اقتصادية، يعني المصروفات العامة والإيرادات العامة، طريقة تحصيل الإيرادات. اقتصاديات المال العامة. نعم. أنا أشكر الصعيدي أي أحمد الصعيدي المعد، لأنك في قلب الحدث. ده أنت كان لابد تيجي، ده موضوعنا النهاردة. وعن يمينه مباشرة المهندس عمرو علي، مهندس استشاري وماجستير في إدارة الأعمال. أهلا بكما أولا. أهلا بحضرتك. دكتور عمرو، هم قعدوا فعلا ولا؟ والله احنا مش عارفين اذا كان قعدوا ولا ما قعدوش. ده حضرتك راجل اعمال، يعني حضرتك انت في قلب الحدث بقى. لا بص حضرتك، هو زي ما الدكتور عبد المنعم بيقول، هو ما حدش تقريبا بيقعد مع حد. يعني احنا بنلاحظ من قرار رئيس الوزراء والوزراء ان تقريبا ما عندهمش مستشارين في الاقتصاد. يعني مثلا الاسبوع اللي فات واللي قبله قالوا احنا هنقفل المحلات بدري عشان نوفر في الكهرباء. مفيش حاجه اسمها نوفر في الكهرباء، احنا دلوقتي داخلين على فصل الشتاء والساعه 10 بالليل بتكون كل المكاتب والشركات قفلت، يعني التكييفات اتفصلت، فمش معقوله محل ولا اتنين هو ده اللي هيستهلك الكهرباء. بس انا عايز اقول حاجه ثانيه، هو حته ان احنا نقفل المحلات بدري ده قرار صح، ما هي كل دول العالم بتقفل المحلات بدري وبيشتغلوا من الساعه 6 الصبح. ليه بيقفلوا بدري؟ لان كل الدنيا دلوقتي في دبي والسعوديه والخليج والصين واوروبا وامريكا بيشتغلوا من الساعه 6 الصبح و7 الصبح، بيقفلوا 7 8 بالليل، بيناموا الساعه 9 والساعه 10. يبقى هو كده فاتح كام ساعه؟ بس في بيشتغل 12 او 14 ساعه في اليوم. ممتاز. بس في مشكله، هو انا عايز اقول بس المشاهد هيسيح مني انا كده. المشاهد اصل الموضوع شائك قوي، معلش ندير الحلقه كده وعشان الناس تفهم، بس انا طيب ممكن يكون ماشي. كلامك ده فيه الخير وتريحني وتريح المشاهد. هو قرار صح، بس هو مشكلته ايه؟ ممتاز. هو اشتغل كام ساعه يا فندم؟ 12 ساعه. هو راجل بيقوم يستيقظ السادسة صباحا، بيروح شغله 8، بيقفل كلام كده. عندنا احنا هنا بنفتح الساعه 2 3 الظهر وبنقفل الساعه 2 بالليل، يعني هم 12 ساعه بالظبط. يبقى اذا معلش، ما هو بالراحه، اصل انا عين المشاهد، انا النائب عنه هنا، فعشان انا انقل لك بس ايه اللي بيتقال عشان حضراتكم. يعني هم بيقولوا انتوا قاعدين في ابراج عاليه، انا عارفكم ولاد بلد ما بتقعدوش في ابراج عاليه، بس الناس بيقولوا كده عشان اللي في الابراج العاليه يردوا على الناس، على المشاهد البسيط. لابد انا اقول له هو بيقول ايه. هم بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا هيوفروا ايه؟ الله. طب ما هو بره زي ما بقول في دبي او في الاسواق الحره، انت تقصد، انا فاهم البلدان ذات الاقتصاد الحر بتقفل 9 و10 بالليل، واحنا لما كنا في دبي كنا عارفين ان 10:30 دبي ضلمه. جميل جدا، ولكن ما هو دبي صاحيه، اللي هناك الديك بيأذن 6، هنا الديك بيأذن 2 الظهر. وصلت الفكره يا دكتور؟ هي في مشكله، هي في 3 4 مشاكل. اولا لما طلع رئيس الوزراء ووزير التنميه المحليه وكم وزير قالوا هنوفر الاستهلاك، هو في نقطه ان هو مش واخد باله منها، ان احنا مش دوله اشتراكيه، احنا الحكومه مش بتفرق علينا فلوس زي روسيا زمان من 70 سنه وزي الصين من 60 سنه. احنا مش دوله اشتراكيه، احنا دوله استهلاكيه. احنا دوله ايراداتها 400 مليار في السنه، 90% منها ضريبه مبيعات، يعني جبايه معتمده على الاستهلاك. يعني انت لما تعمل شوبينج اكتر، ايرادات الدوله اكتر، وبالتالي هي هتصرف على المرافق اكتر. فلما يطلع رئيس الوزراء ومعاه وزير يقول لك عايزين نوفر شويه فلوس ونوفر شويه استهلاك، تقريبا هم مش مستوعبين ان الشركه اللي هو شغال فيها دي اللي هي اسمها الحكومه، واحنا العملاء بتوع اللي احنا المواطنين، احنا بندفع له ضرائب مقابل الرفاهيه. انا بجيب موبايل بدفع ضريبه مبيعات، سيبنا اشتري موبايلين خد مني ضريبه مبيعات، سيبنا اشتري عربيتين خد مني ضريبه مبيعات. ما انت بتاخد حقك صح، سيبني اعمل اللي انا عايز اوصله لك. بس دي واحده، الكلام ده اقتصاديا صح، علميا اللي هو بقى الاكاديمي، هو براكتيكال، بيتكلم في الجزء العملي قوي. العلمي بيقول كده برضو او لا؟ بس تمام. بدل تمام يبقى الدكتور يكمل. بدل تمام حلو كمل. يعني اتفق العلم احنا دوله ايرادات البترول ضايع، بنصدره بناخد بداله بنزين ومش مكفي. قناه السويس ما احناش عارفين رايحه فين. السياحه ما بتروحش في الموازنه دي، بتروح للفنادق. فالحاجه الوحيده اللي معتمد عليها الدوله ضرائب المبيعات وضرائب الارباح اللي هو الشوبينج والمصاريف الاداريه والجمارك. 90% من ال 400 مليار اللي هي الايرادات ضريبه مبيعات. فلما يطلع رئيس وزراء وكم وزير يقولوا احنا هنقفل المحلات بدري عشان نوفر ب 2 جنيه كهرباء، وهنقفل المحلات بدري عشان نوفر في الاستهلاك، تقريبا هم مش واخدين بالهم ان هو كده بيقلل في الموازنه العامه. هو في الغالب مش واخد باله.
لا طب ثواني بقى، اتفضل. بس انت قلت كلام حلو قوي، عشان بس هروح للدكتور عبد المنعم، بس حضرتك دي عشان افهم منك النقطه دي حلوه قوي. انت قلت كلام زي العسل، قلت حضرتك ان احنا نوفر ب 2 جنيه كهرباء، وده هدف الاغلاق اللي هو ترشيد الاستهلاك، صح؟ احنا فاهمين صح؟ بالظبط. الناس الشوارع هو عنده مشكلة تانية. احنا اللي في الشارع فاهمين صح؟ تمام. قبل ما نقعد في التكييف احنا فاهمين صح؟ خليك معايا واحده واحده يا دكتور عشان الناس تفهم، نفسي الناس تفهم. هقول لحضرتك وجهه نظر الحكومه كانت ان الاستهلاك ده الكهرباء مدعومه، لان احنا عندنا فاتوره الدعم وصلت لحوالي 135 مليار جنيه، منهم 95.5 دعم المنتجات البتروليه اللي داخل فيها انتاج الكهرباء. تمام. فبالتالي كان في ظن الحكومه ان احنا لما نقفل المحلات مبكرا ده معناه ان استهلاك الكهرباء يقل، فمعناه ان احنا نرشد فاتوره الدعم. بس الدكتور قال حته مهمه جدا، قال اذا كنت انا بأرشد الكهرباء وانا متفق معاك انها مدعومه، وانا عارف ان الكيلو وات دوت اساسا 10 اضعافه الدوله بتدفعه، احنا متفقين كلنا على، احنا الثلاثه كده متفقين على النقطه ديت، ولكن الدكتور قال هو انت ترشد لي ب 2 جنيه وتحرم لي دخل 1000 جنيه؟ انا مهندس بالظبط. مهندس بس باعتبار ما سيكون مجاز مرسل. كلام المهندس وصلت المهندس عمرو بيقول ايه؟ آه. يعني المهندس عمرو بيقول يعني انت ترشد لي، وده على فكره المهندس عمرو كلامه ملايين سمعته في الناس من التجار، يعني انت ترشد لي ب 2 جنيه كهرباء وتخرب بيتي انا، وفي نفس الوقت انت مش واخد بالك ان انا كل ما هبيع اكتر كل ما السوق هيمشي وكل ما الحياه هتبقى افضل وكل اتفضل. كلام المهندس عمرو هو اللي دفعني في بدايه كلامي ان انا اقول ان القرار غير مدروس، لان الدراسه هو برضه اتفق معاك ان القانون في الاخر غير مدروس دون ان يدري هو قال كان المفترض ان انا ادرس سلبيات وايجابيات هذا القرار من النواحي الماليه والاقتصاديه اولا قبل اصدار القرار. اشوف الوفر في الطاقه والوفر في فاتوره الدعم واستهلاك الكهرباء هل يتواكب مع النقص في الايرادات الضريبيه مثلا، زي ما الاستاذ عمرو تفضل دلوقتي وقال ان انت طبعا مبيعاتك في فتره ما هتقفل 10 بالليل بدل ما كنت بتقفل 2 بالليل، في 4 ساعات مبيعات قلت، فده معناه ان ضريبه المبيعات حصيلتها هتقل. الدخول اللي كانت بتدخل للموظفين اللي كانوا بيشتغلوا الشيفت المسائي مثلا، انت عارف حضرتك معظم المحلات والكافيهات اللي بتشتغل مساء بتبقى شيفتات، شيفت الصبح شيفت بالليل. وعلى فكره بس برضو معلومه لحضرتك واكيد انت عارفها على فكره، وهي بس معلومه عشان هو ده اللي تعب الناس، ان الحكومه ما بتدرسش ولا ايه، ان البيع والشراء يا باشمهندس عمرو، البيع والشراء بالليل معظمه يعني بالليل. انا مش عارف القرار طلع ازاي، برضو انا برضو مش بظلم، انا والله ما اعرف، انا جاي اتعلم والله الاول، يعني يمكن من قلائل حلقاتي ان انا بخشها عشان اتعلم بجد، انا مش عارف في ايه وانتوا صح ولا الشارع اللي صح ولا ايه، اقصد العلم لان اكيد القرار اتدرس، انا بقصد كده. اتفضل. معنى ان انت تحرم المحلات والتجار من 4 ساعات مساء مثلا بالبيع، ذروه البيع، ده معناه بالظبط ان انت على الاقل هو هيخفض مرتبات العاملين عنده، او ممكن كمان يسرح جزء من العماله اللي عنده اللي بتشتغل الشيفت المسائي. يسرح او يخفض الاثنين معا. لا ده الاول هيسرح لانه هيقفل. بالظبط هيقفل، ده معناه ان دخول المواطنين هتقل، ومعناه حركه البيع هتقل، فبالتالي ضريبه المبيعات حصيلتها هتقل. كان لابد من دراسه النقص بقى في هذه الايرادات، والنقص في الاقتصاد حاجه اسمها اثر المضاعف، بمعنى حضرتك دلوقتي بتشتغل في محل مثلا بيبيع من فتره مسائي، بتقبض مرتب، حضرتك بتتحصل على هذا المرتب بتنزل بيه السوق بعد كده تشتري احتياجاتك، فبيتولد حاجه اسمها اثر مضاعف، 90% من دخلك مثلا بتستهلكه، فبتشارك في ان انت حركه البيع والشراء لمنتجات اخرى، فبتشارك في دعم انتاج مؤسسات اخرى ومحلات اخرى. الكلام صح ولا جدا بالظبط، ودخول تانية داخله لناس تانية. تمام. كل ده هيقف، كان لابد من دراسه هذا الوقف. ممتاز. باشمهندس حضرتك اولا بنبدا كده، بس تجاوبني يعني زي ما اقول لحضرتك سؤال مباشر جدا وشفاف، ارجوك تجاوبني اجابه الاول مباشره وسيبك تاخد راحتك في الكلام. حضرتك القرار ده اتدرس من وجهه نظرك ولا ما اتدرسش؟ لا، في الغالب ما اتدرس. ده تبقى دي مصيبه. قرارات سريعه عشوائيه زي قرار النائب العام. الرئيس لما حب يشيل المشير شاله، الناس فرحت. لما جه يشيل النائب العام ما ظبطتش معاه، فالناس زعلت. بعدها ب3 4 ايام قال لك هنقفل المحلات بدل، قال لك طب مش هنسمع الكلام. يعني حتى القرار لما نيجي نقول القرار لازم نختار وقت مناسب، الناس مش مهيئه. لو كان القرار ده اتقال بعد ما اتشال المشير كانت الناس هتوافق، ده شال المشير، لا بس لا قدر على المشير. ثواني بس في النقطه دي. اتفضل. معلش ازاي ده اكل عيش الناس؟ لا بص في حاجه اسمها، لا اوكي انا قلت لك من شويه ان القرار خطا،
احنا عشان نفهم الناس. انت العاطفه المصريه انت بتتكلمي عن نمسك حاجه احنا ممكن نغير سلوكيات الناس. ممكن نقول لهم هنشتغل من الساعه 6 الصبح وهننام الساعه 10 بالليل. يبقى هنخلص الساعه 10 بالليل، يبقى اللي فاضلك 8 ساعات هتنامهم. الحكومه بقى ممكن تعمل ايه؟ لازم تدي تحفيز. ممكن تقول للناس اللي هيفتح من الساعه 6 الصبح لحد الساعه 10 الصبح هنديله اعفاء في جزء من استهلاك الكهرباء وجزء من الميه وضرائب المبيعات. المستهلك لما يجي يروح المستهلك لما يجي يروح الهايبر، ما هو الهايبر بيطلع لك فاتوره فيها التاريخ والساعه. لكن الميكانيكي ده ما عندوش فواتير اصلا، ده بيهرب منها. فممكن المستهلك لما يروح الهايبر ويشتري الصبح هياخد اعفاء شويه من الضرائب بتاعه المبيعات. طب صاحب الهايبر نفسه بياخد اعفاء كامل مثلا، اعفاء من ضريبه الدخل مثلا او ضريبه الارباح. فانت بتدي له شويه دعم في السنه الاولى والثانيه عشان يسمع كلامك. انت لازم تدي تحفيز ودعم في السنه الاولى والثانيه. في السنه الثالثه هتسحب منه ده كله هيقول لك حاضر وخلاص. حتى لو ما سحبتوش انت تبقى كسبان برضه. هيكون هو المواطن بتاعك او العميل بتاعك، ما الحكومه شركه والمواطن عميل. فالعميل بتاعك هيكون وصل لمرحله انه سمع الكلام. لكن انت جاي النهارده تقول له انت هتقفل المحلات بدري، ما انتش عارف انت. وبعدين رئيس الوزراء عمل اجتماع بيقول لك الناس هتخفض النور الساعه 9 والساعه 9:30 هيفصل لمبه كمان، الساعه 10 يفصل لمبتين. ده القرار ده اتقال الاسبوع اللي فات. الساعه 10:30 يطفي النور خالص. ده في المحلات ولا في البيوت؟ المحلات عندها لمبتين، واحده محروقه وواحده مطفيه، ونقول له هتفصل 50% من النور الساعه 9 و75% من النور الساعه 10:30. كلام يضحك. ده كلام ده رئيس الوزراء قعد مع 36 وزير 6 ساعات وفي الاخر خرجوا باللمبتين والثلاث لمبات. يعني يا جماعه في ايه؟ يا جماعه في حاجه غلط.